كان في دكتور غريب مش زي أي دكتور، قرر يعمل تجربة علمية مش طبيعية. جاب مجموعة من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وقال لهم أنا هعمل بيكم تجارب وهدي تعويض مالي لأهلكم واسمكم هيتكتب في كتب التاريخ العلمي، إيه رأيكم؟ وطبعا وافقوا كلهم. وفي يوم الدكتور جاب واحد من المحكوم عليهم وقعده على الكرسي، قال له هنعدمك بتصفية دمك، بس ده جزء من تجربة علمية كبيرة جدا. والراجل ما كانش عنده خيار غير إنه يوافق. الدكتور غطى عينيه وركب على جسمه خرطومين رفيعين، واحد طالع من عند القلب والتاني نازل لحد المرفق، بس بدل الدم كان ميه دافيه بنفس درجه حراره الجسم بتقطر واحده واحده في جردلين تحت الايدين، والصوت كان بالظبط زي صوت الدم وهو بيقع نقطه ورا نقطه، كانه شرايينه فعلا اتقطعت. والمفاجاه بعد كام دقيقه وشه اصفر، جسمه برد وما نطقش بكلمه. العلماء قربوا منه كشفوا عن وشه لقوه مات من غير ما نقطة دم تنزل منه. مات علشان صدق الخيال اللي اتزرع في دماغه، والأغرب مات في نفس الوقت اللي بيحتاجه الجسم علشان يموت من فقدان الدم. يعني دماغك لو صدقت انك بتموت جسمك هيبدأ يموت فعلا، لو عقلك صدق المرض جسمك هيمرض، ولو صدق التعب هتنهار حتى لو كنت سليم.